من بعد الحادث اللي قتل تقريبا جميع أعضاء منتخب زامبيا، كل شيء ظن بأنها كانت هذه آخر حقبة للمنتخب الزامبي، ولكن على عكس كل التوقعات ومنتخب زامبيا كيعود بعد 19 سنة وكيفوز بأول لقب ليه في تاريخه. 27 أبريل 1993 الكرة الأفريقية عاشت واحدة من أكبر مآسيها. منتخب زامبيا اللي كان في طريقه المعانقة حلم المشاركة في كأس العالم، ولكن الحلم اللي ما كملش وتوقف فوق مياه الغابون. عطب تقني وخطأ بشري ودقائق قليلة كانت كافية لتغيير تاريخ أمة كاملة. الطيارة اللي كانت هازة الأعضاء ديال المنتخب زامبيا كامل طاحت، و18 لاعبة ماتوا إلا شخص واحد اللي ما كانش معاهم في الطيارة هذاك النهار، هو القائد يام كالوشا بواليا. كالوشا اللي ولا رمز في زامبيا وكان مطالب بإعادة بناء فريق من جديد وبعد قل من عام واحد. وعلى عكس كل التوقعات زامبيا كتوصل لنهائي كأس أفريقيا أمام نيجيريا، ولكن للأسف زامبيا طاحت وبكات، ولكن ما استسلماتش. وجات 2012 في نفس الأرض وفي نفس البلد زامبيا تتوج بكأس أفريقيا لأول مرة في تاريخه من بعد مشوار بطولي